السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفات أم مرام. اليوم راح نديرو مع بعض وصفة ميني برجر بواحد الخبز خفيف ريشة، ووصفة ناجحة 100% مع صلصة الجبن وبطاطا مقلية تجي هايلة وبنينة من أروع ما يكون. خليكم مع الوصفة. نحتاج في الوصفة عندنا لحم مرحي، حبة بصلصة غير مقطعة مربعات، حبة بيض، معدنوس، زوج مغارف كبار خبز مرحي، زوج حبات ثوم مربي، وتوابل. بسم الله على بركة الله، نبداو مع الوصفة. هنا نجيبو الكفتة نتاعنا ونضع حبة بصلصة غير مقطعة مربعات، زوج مغارف كبار خبز مرحي، ثم نضيف معدنوس، ثم نضيف جوج سنينات ثوم مربيين، حبة بيض، ثم نضيف توابل. على رأس الملعقة توابل اللحم، على رأس الملعقة كمون، على رأس الملعقة ملح، على رأس الملعقة سكنجبير، فلفل أسود. هنا نعجنو عجينة الكفتة نتاعنا بهذه الطريقة. هنا نعجنو الكفتة نتاعنا بهذه الطريقة. نغلفوها بالسلوفان ونخلوها ترتاح في الثلاجة مدة ساعة على الأقل. هنا نجيو لمقادير العجينة. عندنا فرينة، مغرف صغيرة خميرة الحلويات، حبة بيض، مغرف كبيرة خميرة الخبز، مغرف كبيرة سكر، مغرف كبيرة لحظة، مغرف صغيرة ملح. هنا نجيبو البول نتاعنا ونضع عليه الصفاية ونغربلو 5 كيسان كبار فرينة. هنا بعد ما غربلنا الفرينة نتاعنا نضع مغرف كبيرة خميرة الخبز، مغرف كبيرة سكر، مغرف كبيرة لحظة، مغرف صغيرة خميرة الحلويات، ونخلطه كل شي مع بعض بهذه الطريقة. هنا نجيبو الزيت نتاعنا ونديرو 5 مغارف كبار زيت، ونخلطه كل شي مع بعض بهذه الطريقة. ثم نضيف مغرف صغيرة ملح وحبة البيض، ونخلطه كل شي مع بعض بهذه الطريقة. ثم نضيف كأس ونصف ماء دافي ونعجنو العجينة نتاعنا حتى نتحصل على عجينة طرية. هنا بعد ما عجنا العجينة نتاعنا نضع مغرف كبيرة زبدة،
شوفوا العجينة نتاعنا كيفاش جات، تجي طرية وتتلاصق في اليد. هنا نغطيو العجينة نتاعنا ونخلوها تختمر مدة ساعة. هنا بعد ما خمرت العجينة نتاعنا مدة ساعة نجيو نديغازيو العجين بهذه الطريقة ونشكلوها إلى كويرات. هنا نشكلو العجينة نتاعنا إلى كويرات بهذه الطريقة، ونرمدوها في الفرينة. هنا نكورو العجينة نتاعنا بطرف الأصابع بهذه الطريقة. هنا نجيبو البلاطو تاعنا ونغلفوه بورق الطهي ونضيفو الخبز تاعنا بهذه الطريقة حتى نكمل جميع الكمية. هنا بعد ما كملنا جميع كمية الخبز، هنا نخليو الخبز نتاعنا يخمر مدة ربع ساعة. هنا بعد ما خمر الخبز نتاعنا مدة ربع ساعة، هنا نجيبو حبة بيض وندربوها بهذه الطريقة. هنا ندهنو الخبز نتاعنا بالبيض بهذه الطريقة حتى نكمل جميع الكمية. هنا نجيبو الجلجلان نتاعنا نرشوه من الفوق بهذه الطريقة. ثم نضع الخبز نتاعنا يطيب في الفرن. هنا بعد ما طاب الخبز البرجر تاعنا، شوفوا هذا الخبز يجي خفيف ريشة من أروع ما يكون. هنا بعد ما ارتاحت الكفتة نتاعنا نكوروها كويرات. ونقلوها في مقلة تكون سخونة حتى نكمل جميع الكمية. هنا بعد ما طابت الكفتة نتاعنا نقلعوها من فوق النار بهذه الطريقة حتى نكمل جميع الكمية. هنا نديرو صلصة الجبن نتاعنا. هنا نجيبو الكسرونة نتاعنا ونضع نصف كأس كريم فريش، 3 حبات فرماج مثلثات. هنا نديرو 3 شرائح فرماج ساندويش بهذه الطريقة. نديرو شوية ملح، على رأس الملعقة كركم، ونديرو شوية فلفل أسود. ثم نضع مغرف كبيرة جبن طلاء بهذه الطريقة. هنا نضع الكريمة نتاعنا على النار حتى يذوب معانا الفرماج.
هنا بعد ما وجدت صلصة الفرماج نتاعنا نقلعوها من فوق النار. هنا نجو نعمرو خبز البرجر تاعنا. هنا نقسمو الخبز نتاعنا الى نصفين. وندهنوه بفرماج طلاء بهذه الطريقة. هنا بعد ما دهنا الخبز نتاعنا بالفرماج نضع شريحة السلطة وشريحة الطماطم وحبة كفتة ونضع فرماج ساندويش ونغلقه على الهمبرجر تاعنا بهذه الطريقة حتى نكمل جميع الكمية. هنا بعد ما قلينا البطاطا نتاعنا نضع صلصة الجبن من الفوق بهذه الطريقة. صدقوني هذه وصفة البرجر تجي من أروع ما يكون، تجي هايلة وبنينة من أروع ما يكون، تفرحوا بها وليداتكم في هذه العطلة من أروع ما يكون. نتمنى تعجبكم وصفة اليوم، وإذا عجبتكم الوصفة لا تنسوا الضغط على اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في رعاية الله وحفظه في وصفات أخرى إن شاء الله. مع السلامة.